السلام عليكم. ايه الدنيا يا اسطى؟ عامل ايه اخبارك الحاجات دي وبتاع وكده؟ المهم النهارده انا عايز اتكلم عن ايه الاهلي والزمالك بالنسبه لي من وجهه نظري. اولا انا مصور فيديوهات كتير جدا هتنزل الفتره اللي جايه اصلا، بس لسه ما اتمنتجتش قوي، في منها اتمنتج والمفروض كان هينزل، بس انا عايز انزل الفيديو ده قبلهم علشان انا لسه متفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز اللي هو اللي خلص 2-0 لبيراميدز يوم السبت 29 اغسطس. عايز اقول كام كلمه كده. كنت منزل ستوري بتكلم عن ان انا عايز الاهلي وبيراميدز الاثنين يخسروا، يا ريت يعني اتمنى ده. بس اتفرجت على الماتش، واول لما جون بيراميدز الاولاني جه في الدقيقه الخامسة وليد الكارتي، فرحت بصراحه. ولما الماتش خلص ان الاهلي خسر فرحت عادي يعني، رغم ان كده يعني بيراميدز كسبت وكده هم منافس فهيقربوا، بس هم لو جيت تبص لها هم مش قريبين ولا حاجه. لو الزمالك ان شاء الله كسب بكره ماتش وادي دجله، انت كده هتبقى فارق عنهم برضو ب5 نقط، فاهمني؟ وهتبقى فارق عن الاهلي لو كسب برضو بنفس ال5 نقط لو كسب الماتش الجاي. فانت كده خلاص يعني بعيد، فانت هنا مستفيد. فانت في الحالتين مستفيد، يعني تعادلوا او خسروا مش فارقه. بس انا بقى اللي بتكلم فيه، انت دلوقتي فرحت لما بيراميدز كسبت الاهلي، فرحت ان الاهلي خسر. هو بقى الموضوع في ايه؟ انا عايز اتكلم عن كذا زاويه. ان انا عمري في حياتي ما شفت غريمين بيحبوا بعض، واللي هو ما بيهتموش على الاقل، يعني ما بيهتموش بان هو ان هم يطمنوا ان التاني خسر. لا يا اسطى، في كل العالم هتلاقي في فريقين كده بيكرهوا بعض. عمرك شفت مثلا مشجع ريال مدريد بيفرح او مش فكك؟ مفيش حد كده بيفرح لفوز غيره. بس شفت حد من ريال مدريد مش مهتم ان برشلونة اتعثرت؟ بتلاقي الصياح طرب. لو برشلونة خسرت مثلا هتلاقي ريال مدريد جمهورها هايج كده وبتاع، فصباح الفل يعني. نفس الكلام لو العكس، نفس الكلام في انجلترا برضو هتلاقي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد او مانشستر سيتي او ايا كان. هي دي الكورة، فانت ما تجيش بقى تقول لي انت ليه شاغل بالك بينا ومش عارف ايه والكلام ده. هي دي الكورة يا اسطى، تمام؟ انا بقى عايز اكلمك بقى، يعني ده كده مقدمة عن الحوار اللي هو حاجة انا لاحظتها النهارده، حاجة حسيت بيها، او هو فكرة ان انت تفرح لهزيمة جريمك. تعالى بقى ايه ندخل في موضوع الفيديو. الاهلي والزمالك بالنسبة لي، انا ليه زملكاوي؟ بص يا سيدي، انا زملكاوي زي اغلب الشعب، لو اهلاوي او زملكاوي او ايا كان بيبقى بسبب ان هو في الغالب بنسبة 90% اهله بيشجعوا النادي ده. بس فانا طبعا زملكاوي ابا عن جد. بس انا ما كانش ليا في الكورة اصلا، يعني انا كنت طفل، وحتى لغايه اخر مراحل ابتدائي حتى كنت مش بتفرج على كوره، مش مهتم بقى، ولا بلعب بلاي ستيشن ولا بلعب كوره في الشارع ولا ايا كان، كانش ليا علاقه بالكوره. لغايه ما كنت بلعب بي اس 2013 على الكمبيوتر مع بابا. كنا بنلعب كاس العالم بقى ايه بالبرتغال، احنا الاتنين نلعب مع بعض، كنا بنلعب مالتي كده، كاس العالم بالكامل من دور المجموعات بقى للنهائي. بدات بقى افهم الكوره من اللعبه، وبعدين بدات العبها لوحدي بالتدريج ومش عارف ايه وكده. فمن هنا بدات علاقتي بالكوره. بدات اتفرج على كوره امتى؟ موسم 2014 2015 اللي الزمالك خد فيه الدوري. شفت الموسم ده مثلا من تلته، من الجوله العاشره ولا حاجه، فاهمني؟ بدات اتفرج بقى وانا مش فاهم، يعني مش عارف مين اللعيبه دي، معرفش اساميهم. بدات اتعرف عليهم من الموسم ده واتعلق بيهم بقى. ايمن حفني كان مبهر بالنسبه لي، كنت بعشق، انا ما زلت بالنسبه لي هبقى اعمل فيديو اصلا تاني عن ايمن حفني كده يعني. انا ايمن حفني بحبه جدا، ففعلا ده يستاهل فيديو لوحده هتكلم فيه بقى عن ايمن حفني. من هنا بقى بدات احب الزمالك ولقيته بقى ايه ده، الله، ده احنا كسبنا الثنائيه المحليه. امال ايه حوار ان الاهلي مكتسح ده انا اول ما اتفرجت على كوره لقيت الزمالك واخد دوري وكاس، نكسب الكاس قدام الاهلي في النهائي. فاللي هو حسيت من طب ما الكوره حلوه اهي. بعدها بقى ما كنتش اعرف ان القرف جاي السواد جاي بقى، بس يلا الحمد لله. من هنا بدات اشجع الزمالك. من هنا بقى بدات ايه ادخل بقى في الموضوع، اشوف بقى العبث اللي بيحصل، نظريات المؤامره. ان انا شايف ان الزمالك في حاجات كتير قوي معرقلاه، فاهم؟ في عراقيل كده، في بلاوي زرقاء بتحصل بتخلي الزمالك مش احسن حاجه يعني، فاهم؟ سميها نظريه مؤامره بقى، سميها اللي تسميه، رايي الشخصي، فاهم يعني؟ المفروض رايي ما يضايقكش انت في حاجه، مش هيأثر عليك في حاجه، فاتكلم براحتي يعني، صباح الفل، محدش مهتم يعني. خلي بالك برضو انا مؤمن ان بعض العقبات اللي بتواجه الزمالك دي من جوه الزمالك نفسه كتير، يعني اصلا ممكن نقول 50% من مشاكل الزمالك بسبب ان هو داخليا تقريبا طول الفتره اللي انا اتفرجت فيها على كوره ما كانش مستقر اطلاقا يعني، كان في شويه عبث كده. اديك شايف يعني كميه الغرامات والعقود البايظه اللي انت اللعيبه مش عارف تجيبها. اللعيبه بقت تخاف تيجي الزمالك من كتر السمعه البشعه اللي حصلت، فخلاص يعني احنا فكده في مشاكل من جوه. انا كده عارف، والدليل ان يعني انا بصراحه دلوقتي شايف ان في امل
نوعا ما في الزمالك، عشان في سيستم وبقى في نظام اللي هو خلاص انت عارف ان الفلوس دي هتدفع بطريقه معينه، سيستم معين، هتجيب نوعيه لعيبه معينه، مش هتدفع فلوس كتير قوي في لعيبه. يعني صفقه عدي الدباغ دي قيمته السوقيه تقريبا مش عارف كانت 1.5 مليون ولا حاجه، انت رايح جايبه ب 350 الف حاجه كده. انا سمعت ثمن الصفقه استغربت. ومفيش غير بس الفينا ده اللي انت دفعت فيه فلوس كتير شويه برضو، يعني تقريبا الفلوس اللي دفعتها فيه ازيد من قيمته السوقيه بتاع 200 الف ولا حاجه، فاهمني؟ اللي هو سعر منطقي. انت لما بتيجي تشتري لعيب حتى في اوروبا غالبا بتشوف قيمته السوقيه وبتعرض اكتر منها بشويه. فالزمالك ما عملش حاجه غريبه زي مثلا صفقه سامسون وابراهيم انداي اللي كنت تدفع فيهم ملايين وهم اصلا ما يسوش 3 تعريفه، يعني صباح الفل. فانت دلوقتي بقيت تعرف تشتري لعيبه بالسعر بتاعها على الاقل، وبتدفع لها الفلوس بسيستم معين، وبيبقوا هم عارفين ان هم داخلين النادي بالسيستم ده، فده ظابط. فانا شايف ان في امل. المهم ايه، من ضمن برضو الحاجات اللي بتخليني احب الزمالك ان هو بيأكد وبيعزز نظريه الاندر دوج بتاعتي اللي انا بقتنع بيها. فكره ان الكوره لعبه الاندر دوج وبتاع ده فيديو تاني انا مصوره ومخلصه والمفروض كان هينزل بس انا اجلته عشان نزل ده الاول عشان نتكلم على الاهلي والزمالك. يعني انا بشوف في الزمالك الفريق اللي انا احب العب بيه ماستر ليج، فاهمني؟ او اللي هو بدخل كده للفريق اللي هو عنده قاعده جماهيريه. الزمالك نادي بيرفكت في دي، عنده جمهور وعنده بطولات وفاهم، وفي نفس الوقت مش هو النادي اللي عليه العين قوي. فالحته دي بتخليه بالنسبه لنا نادي مغري. لو انا مدرب ولا رئيس نادي احب قوي ان انا امسك نادي زي كده، مشروع حلو بالنسبه لي يعني. وانا بصراحه بستغرب يعني حاجه زي كده ليه المستثمرين الاجانب اللي بيجوا يشتروا انديه زي بيراميدز ومش عارف ايه ما بيجوش يستثمروا في انديه جماهير زي الزمالك وزي الاسماعيلي. مستغرب انا قوي من الحوار ده، اللي هو مع قشطه يعني. تخيل كده نادي زي الزمالك ده لو بيتصرف عليه فلوس كتير من مستثمر اماراتي ولا مش عارف مستثمر مصري غني برضو او كده، خلاص هي الكرة في العالم كلها بقت استثمارية. الأندية الجماهيرية كلها كده يعني عادي. ليفربول واليونايتد فرق جماهيرية كبيرة هي بقت تعتبر أندية استثمارية في أسهم كتير قوي من ناس مستثمرين فيها، مش ملك للدولة ان هي دي الفلوس وهو ده اللي عندنا وهو ده الصرف. لا خلاص العالم بقى فيه صرف شوية. هبقى اتكلم في فيديو تاني عن الحوار ده برضه. فانا بقى ايه، بشوف ان الزمالك اللي هو لو انت عندك كواليتي لعيبه، معاك فلوس معينه تجيب لك كواليتي لعيبه معين اقل من المنافس اللي هو الاهلي او بيراميدز او ايا كان، انت عندك لعيبه قماشه معينه هتشتغل بيها وممكن تطلع لك حاجات. انا بشوف ان الزمالك ناجح جدا في دي، ناجح على فكره يعني. ما تحفلش عليا دلوقتي، لان لما يبقى دي فلوسك دي الاشكال اللي بتلعب لك ومش عارف ايه ودي المشاكل اللي عندك والديون ودي ادارتك اللي دمرت النادي، العك ده كله، ورغم كده بتقدر تكسب بطوله في الموسم، حتى ساعات مواسم بتكسب بطولتين وبتاع، كتر خير الدنيا. انت كده مش نادي فاشل ابدا على فكره. في انديه كتير، بيراميدز مثلا انت شفت قعدت 6 سنين عقبال ما كسبت بطوله، وهي قمه الاستقرار قمه الصرف ولعيبه بقى اسماء وحوارات ومدربين بقى كانوا جايبين مدربين مرعبين اصلا قبل يوريتشيتش ده، ويوريتشيتش ده جامد جدا عامه. فالمهم انت بقى بكل نقط الضعف اللي عندك دي بتقدر تكسب بطولات. فطرش بصراحه بشوف ان الزمالك نادي ناجح، فانا بحب الزمالك جدا عشان كده. وموسم زي موسم 22 اللي احنا كسبنا فيه الدوري ده، اخر موسم خدنا فيه الدوري، الموسم ده بالنسبه لي حدوته كوره، فهمني؟ حدوته كده للاجيال، الناس تقعد تضحك بيها. فكره ان انت نادي ما عندكش لعيبه اصلا، تلت السكواد بتاعك، تلته مش مبالغه، تقريبا النادي كان فيه بتاع 13 ناشئ، اوكي، تلت السكواد ناشئين. انت بتلعب بناشئين، وبالمناسبه يعني الناشئين دول ما كانوش دكه بس، كان في 4 من الفرقه اساسيين، يعني 4 من الفرقه القوام الاساسي كان ناشئين، اللي هو انت بتتكلم تقريبا في نص الفرقه من غير الحارس دول ناشئين، في صباح الفل يعني. وخدت الدوري. فاللي هو لا انا بحب الزمالك قوي يعني عامه. بس بكره الاهلي ليه بقى؟ ده الجزء التاني اللي انا عايز اتكلم فيه. انا ليه بكره الاهلي؟ اولا انا بكرهه علشان انا بحب الزمالك، يعني الحاجه البديهيات، اللي هو انت بتحب الاهلي فبتكره الزمالك، انت بتحب الزمالك فبتكره الاهلي، انت بتحب ريال مدريد فبتكره برشلونه، الحاجات البرمجه دي، انت بتحب ليفربول فبتكره مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد مثلا يعني. فكده فهي دي الكوره، انت لازم تبقى تحب النادي هتكره عكسه. غير ده بقى انا بشوف ان النادي الاهلي او منظومه الكوره في مصر بشكل عام فاسده، مش النادي الاهلي نفسه يعني، عشان ما بقاش برضو ايه الجمله تبقى مجعلصه قوي. الفساد ده مش معناه ان هم بيجوا على حساب حد بيجي على حساب حد او يظلم حد، لا، معناه ان في خطأ، في اخطاء بتحصل. الاخطاء دي بتحصل للزمالك ساعات لصالح الزمالك وساعات
لصالح الاهلي وساعات لصالح مش عارف ايه، هي غالبا بتحصل لصالح الجمهور الاخطاء دي. فاهمني؟ هبقى افصل الموضوع ده. الجمهور بشكل عام، اهلي او زمالك او اسماعيلي او كده، الفساد ده بيخلي ان الاهلي ما ينفعش ما يبقاش في الصورة. انت بتتكلم في اكتر نادي جماهيري مش في مصر، في الشرق الاوسط وفي قارة افريقيا. فاهمني؟ شعبية مرعبة. مصر 120 مليون، ممكن نقول 90 من 90 ل 100 منهم اهلاويه. اوكي، وال 20 30 مليون الباقيين دول في منهم مثلا 29 مليون مثلا زملكاوي، ومليون بقى متقسم على باقي الجمهور، ولا 2 مليون متقسمين على باقي بقى جماهير الانديه التانية زي المصري او الاسماعيلي او ايا كان. معرفش بالظبط الاحصائيات، بس تقديريا يعني خلينا نقول ان الاهلي لوحده بتاع 70% من جمهور مصر، والزمالك 20% مثلا او 25% من جمهور مصر بس. فانت بقى ازاي الاهلي ما يبقاش في الصوره؟ ازاي الاهلي يبقى وحش؟ فتلاقي ان الاهلي دايما اكتر نادي معاه فلوس، والفلوس دي لازم تبقى معاه. انا بشوف ده عك بصراحه. الاهلي لو مركز ثالث في الدوري هيروح يلعب دوري ابطال افريقيا، هتجيب له ثغره، تخترع له لائحه تودي الاسماء بتاعت دور يناير هم اللي يلعبوا افريقيا، اللي كان اهلي زمالك تقريبا ولا زمالك اهلي، بيراميدز فيوتشر. وبيراميدز اللي خد مركز تاني في نهايه السيزون ما يروحش افريقيا، فيبقى الزمالك والاهلي هم اللي راحوا افريقيا، وبيراميدز اللي المركز التاني ما راحش افريقيا. دي انا مش فاهمها وعمري ما هفهمها. يعني العك اللي حصل في الحته دي مش هفهمها، زي ما برضو عمري ما هفهم الدوري اللي فات ده ازاي الاهلي اللي خده. يعني انت انسحبت من ماتش زي ما انا انسحبت 60 ماتش وكنت عبيط، وعمري ما كنت مع قرارات الانسحاب اللي كنا بنعملها قبل كده. يعني انا اهو مش بنافقك، يعني انسحبت وطبق عليا اللائحه، وكنت ببقى عارف وقرفان وبقول ايه الهبل اللي بيحصل ده. انت يعني ليه بتنسحب؟ يعني انت ما تلعب الماتش وتخسر عادي، يعني العب الماتش وتعادل، لكن تنسحب وتخسر ويتخصم منك 3 نقط. فكنت ببقى عارف ان انا كده غلطان، الموقف انا اللي غلطان الوحيد اللي فيه، فما كنتش ببقى موافق على اي مبررات للانسحاب يعني. فانت لما انسحبت، كلنا بما فيهم انت كاهلاوي، صحابي الاهلاويه كانوا بيقولوا لي نفس الكلام ده، اللي هو ما تلعب وتخسر يا عمي، يخرب بيت القرف، انت دلوقتي انسحبت وهيتخصم منك 3 نقط. كان في اجماع على ان مين اصلا كان بيفكر في ان دي مش هتحصل، ان الاهلي ما يتخصمش منه 3 نقط زي اي حد انسحب في تاريخ الكوره زي اللائحه ما بتقول يعني. فانا لغايه دلوقتي مش عندي تفسير بصراحه ليه اللائحه ما اتطبقتش وخلت ان الاهلي هو اللي ياخد الدوري في الاخر. دوري غير مستحق، دوري مسروق يعني على مرأى ومسمع الجميع. فانا بكره الاهلي. يعني انا ذكرت لك كم مثال على كرهي للاهلي ليه. ان انا بشوف ان الاهلي لازم جمهوره يفرح. انا فاكر برضو دي، بس دي مش فاكرها ميم ولا لا بصراحه، بس لا انا كنت شايف في بيدج كبيره مشيراها، مش عارف في الجول ولا ايه، ان بعد ما بيراميدز خدت الكاس السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، يعني السيزون اللي قبل اللي فات، بيراميدز خدوا الكاس، كانوا هم في النهائي هم وزد وكسبوا الكاس. يعني كانت اول بطوله في تاريخ بيراميدز. فبعدها مش فاكر مين، حد مهم كده مش فاكر، كان رئيس اتحاد الكوره ولا رئيس رابطه الانديه حاجه كده يعني، طلع بدل ما يعمل بيان يبارك لبيراميدز، يبارك لبطل الكاس، طلع قال لك احنا بنعتذر لجمهور الاهلي بقى علشان اللي حصل ده، وهنحاول السنه الجايه يبقى الدنيا افضل علشان الجمهور يبقى فرحان ومش عارف ايه. انا البيان ده كنت واخده سكرين شوت، يعني مش عارف، بس انا مكسل ادور عليه. يا عم اعتبرني هراي، فكك يعني مش لازم اثبت لك، محدش مهتم كده. وانا نفسي اصلا شاكك، يعني انا نفسي بقول لك مش عارف هو ده، مش فاكر بالظبط هو ده كان ميم حاجه هزار يعني ولا كان حاجه حقيقيه، مش متذكر قوي والله بجد. يعني الكلام ده بقاله 1.5 سنة تقريبا يعني، مش فارق لي قوي، فمش مهم. بس يعني ده لو حقيقة تبقى حاجة يخرب بيت الضحك، ده لو بجد يعني يخرب بيت العبط. يعني عايز اتكلم في شق تاني. انا بشوف ان النادي الاهلي نادي كرنج لسبب جدا يعني مستفز. ايه هو؟ ان انت شايف النادي طالع عين امه بالمنظر ده، الزمالك المنافس بتاعك مقرف بالمنظر ده، كل حاجة بايظة معاه، هو نفسه بايظ من جوه، فرايح تبوظه اكتر. هي حاجه نقطه عاطفيه متخلفه جدا. انا عارف ان يعني حق اي نادي لما يبقى قدامه فرصه ان هو يشتري لعيب حتى لو بكوبري يعملها وش، انا ما عنديش معاها مشكله. هي مش حاجه، دي مش تحايل على القانون بقى، هي تقل دم. بس اللي هو يا عم ليه يا اسطى؟ طب ما انت معاك فلوس كتير جدا، ما تروح تجيب حد جامد قوي غير ده. هو ده اللي حيلتي، فاهمني؟ رايح تجيب امام عاشور يا اسطى. انا الوحيد اللي اتضايقت عليه بالمناسبه امام عاشور. انا ما اتضايقتش لما زيزو راح الاهلي،
واتضايقت من بن شرقي سيكا، مش منه، اتضايقت عليه جدا. وفي نفس الوقت اللي هو ليه يا اسطى، ده انا كنت بحبك جدا، انا كنت بحب بن شرقي بغباء، يعني انا بحب بن شرقي قوي اصلا، فاللي هو ليه. وامام عاشور انا كنت بحبه برضو، بس ما كنتش مستوعب يعني انت الزملكاوي في الفرقه اصلا، انت الوحيد اللي جمهور الاهلي بيكرهك، انت فاهمني؟ الفرقه بالكامل بتاعت الزمالك لو جيت تبص على السكواد وقتها يعني 2022، الاثنين الوحيدين المكروهين شيكابالا وامام عاشور مفيش حد تاني جمهور الاهلي اللي هو مش بيطيقه، هم جمهور الاهلي بيكره، كان وقتها بيكره شيكابالا وامام عاشور بس في الفرقه، كره يعني، فاهمني؟ فانت بقى رايح تقول لي ان امام عاشور راح الاهلي، ده اكيد ده حلم عصر، ده مش واقع اصلا، ده مش منطقي يعني. فانا دي صدمتني وضايقتني، وخصوصا برضو ان انا اتضايقت من حته تانية. انا لما شفت امام عاشور احترف، اول لمسه ليه جون في سبورتنج لشبونه في الدوري الاوروبي، وهم يعني حاجه مش منطقيه، فكنت اللي هو بقول لا خلصانه، ده فالفيردي بقى، ده بدري، ده بلينجهام، حاجه كده، ده مش حد عادي، ده هيبقى نص ملعب، دي بروين، فاهمني؟ هيبقى ده نص ملعب كده، انت هتقعد بعد 10 سنين ولا 15 سنه تحكي لاولادك ان انت شفت امام عاشور، فاهمني؟ انا كنت شايف كده بصراحه، شايف ان ده اللي هو صلاح الجاي، اكتر من مرموش واكتر من تريزيجيه واكتر من النني واكتر من اي محترف يعني. كنت شايف ان صلاح الجديد ومصطفى محمد وكل الناس دي على عيني وعلى راسي، بس كنت شايف ان محمد صلاح اللي هيعمل رحله شبهه في اوروبا امام عاشور جدا يعني، وعنده كل المقومات، لعيب قوي، لعيب سريع، لعيب الفينش بتاعه حلو جدا، لعيب بيدافع حلو جدا، لعيب عنده وعي بكل المراكز تقريبا، بيلعب في كل حته، هتلعبه وينج ليفت، هتلعبه هاف، هتلعبه مركز 8، هتلعبه مركز 6 هيلعبها، هتلعبه بلاي ميكر، هتلعبه شادو سترايكر، هتلعبه سترايكر والله هيعملها، وعنده وعي في كل الحتت يعني، هيلعب في كل حته بالمية في المية اللي عنده، مش هتلاقي مركز نص نص، بجد كان خيال يعني. انا كنت شايفه وكان صغير، فاهمني؟ 23 سنه وبتاع، فانا ده كنت شايفه صلاح، ده هيبقى صلاح بقى خلاص في الكارير يعني، ده هيترشح بالون دور مره وبتاع، هيكسب ممكن واحده، حاجات زي كده، والله كنت عندي كده احلام، كان عندي جنان كده معين بامام عاشور في الفتره دي يعني. اتضايقت اللي هو يعني اللعيب المرعب ده انا كنت عايزه يحترف ويسيب الزمالك لانه خساره في مصر، فيروح سايب الزمالك ويروح الاهلي، الكواليتي المرعب العالمي ده هيبقى بيلعب في المنافس، وانا ناقص اصلا، دول بيكسبوني وهم وحشين، امال هيعملوا ايه فيا وهم معاهم امام عاشور؟ ده كان تفكير. كنت بقول لاصحابي يا بختكم، انتوا معاكم حد يعني، انتوا هتشوفوا اصلا، وشافوا بالفعل، شافوا ان الاهلي هو امام عاشور دلوقتي. امام عاشور لما بيتصاب ولا ما بيلعبش ولا بيبقى مش في حالته، مش بتشوف الاهلي، والله مش ببالغ، امام عاشور 60% من الاهلي، 60% دي انا كمان اللي هو بالحب كده، انا اصلا شايف ان امام عاشور ده 80% لوحده من الاهلي. زيزو انا بقالي سنه، صحابي شاهدين والله، سنه كامله بشتم زيزو، وبقول لبابا وبقول لاصحابي ان الواد ده مش طبيعي، في حاجه غلط، ممكن يروح الاهلي، كنت بقول كده، وكنت شايف ان يا رب بقى يغور في داهيه. انا كنت شايف ان لو حد بيسالني طيب عادي يعني زيزو يروح الاهلي، بقول والله ما عنديش مانع، اصل هو معانا ما بيفيدناش، كان وحش جدا اخر سنه، وحش جدا معانا اخر سنه في الزمالك، كان نكره يعني. طيب هيروح يفيد الاهلي، طب ما يفيده صباح الفل، ما عادي، ما الاهلي ممكن كان يجيب اي حد تاني يفيده برضه، فمش فارقه بقى زيزو ولا لا، خصوصا ان هو ما بيفيدنيش زي ما انا قلت لك، هو الزمالك مش هيخسر لو زيزو مشي، بالعكس والله كمان يعني، يمكن نقلل سقف المرتبات ولا ايا كان بقى، نخف دوشه في اوضه اللبس والكلام ده. فده اللي حصل فعلا. انا شايف ان الزمالك، انا مش متضايق ان زيزو راح الاهلي، عادي يعني في داهيه، انا متضايق بس اللي هو يخرب بيت النفاق، بس مع انها كانت باينه، بس اللي هو ليه يا اسطى بتضحك علينا يعني ليه الكرنج؟ ما تروح الاهلي يا عم عادي، والله ما عنديش مانع، انا ما كنتش متعلق قوي اصلا بزيزو يعني، بسبب اللي عمله اخر سنه يعني، اخر سنه ما كانش حلو وكان مقصر جدا، فانا ما كنتش طايقه يعني بسبب السنه دي، فكان بالنسبه لي في داهيه. بن شرقي كنت بحبه جدا، حب يعني، اللي هو بقول ان الراجل ده من اللعيبه المفضلين بالنسبه لي في خانه ايمن حفني كده، عشان انا ايمن حفني اكتر لاعب بحبه، وفي كام لاعب كده هبقى اتكلم في فيديو تاني عن اللعيبه المفضلين بالنسبه لي، فكان من ضمنهم بن شرقي كان يعني. هو دلوقتي والله ستيل يعني لسه دي حته كده، بس برضو اللي هو عشان راح الاهلي وبتاع، فدي بتعمل فجوه كده. بس انا كنت شايف ان فايده فنيه لا كبر شويه، مش هيفيد الاهلي قوي، هو فعلا هو يعني ما عملش حاجه مع الاهلي تقريبا حاجه تذكر، ما جابش تمن، فكك بقى من الجمله بتاعت لما كنا بنقعد نقول امام عاشور مع الاهلي ما جابش نص مستواه مع الزمالك والكلام ده، ده هكس، ده لا خالص، امام عاشور مع الاهلي تطور وبقى اجمد، فكك مش هتكلم في دي. بس بن شرقي مع الاهلي
ما جابش عشر مستواه في الهلال حتى لما كان بيلعب، ولا مش فاكر كان بيلعب فين في السعوديه لما لعب 3 ماتشات باين ولا حاجه، ما جابش تمن مستواه مع اي فرقه. لا بن شرقي مع الاهلي ما مش حلو عشان كبير، انا قلت كده. وعلشان الاهلي برضو فكره ان انت بقى خلاص رايح الاهلي، انا بحس ان اللعيب اللي بيروح الاهلي ما يعني في الغالب بحس كده ان الاهلي في حاجه معينه بتخلي اللعيبه ما تتنجمش عنده يعني، باستثناءات قليله زي محمد عبد المنعم وامام عاشور وعلي معلول، كام لعيب كده هم اللي كانوا تقال في الاهلي. لكن غير كده الاهلي جاب لعيبه كتير قوي عليها العين وجامده وما عملوش حاجه، زي احمد الشيخ، امثله كتير اللعيبه اللي هي اللي كانت جامده قوي وراحت الاهلي. محمد طاهر برضو كان بروميسنج كده وبتاع، ما عملوش حاجه مع الاهلي يعني. احمد عبد القادر، فانا بشوف كده يعني. فكنت شايف ان بن شرقي هيخش في الحته دي، وخصوصا برضو عشان سنه، وهو فعلا ما عملش حاجه. اتضايقت منه واتضايقت عليه، ان يا اسطى انت لو جيت الزمالك كنت هتبقى اساسي، ضغوطات اقل، الدنيا كانت هتبقى حلوه، وجاي فريق جمهور بيحبك جدا. وفي نفس الوقت برضو مش هلوم عليه قوي يعني، هو حتى اخوه كان بيقول ان هو كان بيتفاوض مع الزمالك وشبه عارض نفسه على الزمالك ومش ممانع خالص ان هو يجي الزمالك، بس قعدوا يفصلوا معاه على $50,000 حاجه عبث كده، لغايه ما خلاص بقى اللي هو ما قداموش، خلاص الانتقالات بتخلص ومش قدامه حاجه تانية، فخلاص راح الاهلي، فاللي هو زنقناه يعني. فانا بقى يعني هنا كنت كل اللي انا بهريه ده ليه اصلا؟ عشان اتكلم في حته ان انا شايف ان الاهلي مستفز في ان هو بيتعمد يجيب نجومك، بيتعمد بقى بكباري بايا كانت الطريقه بيجيب نجومك، مش دايما بتفيده ومش دايما بتضر الزمالك، بس ساعات بتحصل يعني. الزمالك هي فادته قوي قوي في امام عاشور، فادت الاهلي قوي قوي في امام عاشور، وضرتنا قوي 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 في امام عاشور برضه. بس في باقي الحاجات انا شايف ان لا، حاجات عاديه يعني. كهربا كده كده ما كنتش بحبه في قشطه، وما حسيناش بحاجه قوي من بعده. جبنا بن شرقي، كان عالمي معانا، بعده احسن منه بكتير. خدته بن شرقي معاكم ما عملش اي حاجه، وكده كده ما كانش معانا فقشطه، ما مش فارق لنا، فاهمني؟ فخدته زيزو كان بشع معانا اخر سنه، خدتوه حلال عليكم، واعملوا اللي انتوا خلوه ياخد البالون دور معاكم، مش فارق لي. بس هي الحته اللي هي بتاعت ان هو يشتري منك لعيب كان عندك انت بتحبه او ايا كان يعني، لعيب كويس عندك، دي انا مش بحبها. يخرب بيت القرف يا عم، انت ايه تقل الدم ده؟ بس ده بالنسبه لي انا كده تقريبا فيديو طويل جدا يعني، فيديو انا هو بصوره 29 دقيقه صباح الطول يعني، هقعد امنتجه في شهر ده تقريبا يعني. غالبا الفيديو هيبقى طويل يعني، بعد المونتاج ممكن مثلا يبقى 20 دقيقه ولا حاجه، هيبقى اطول فيديو في الشانل. صباح الفل، اللهم لا اعتراض يعني. يا رب اعرف اظبط صوته، بس عشان انا بظبط الصوت بابلكيشن كده اسمه باند لاب، مش عارف بقى هل هعرف ادخل الاوديو الطويل ده كله في الابلكيشن هيبقى تمام يعني، هظبط الصوت منه، هعرف هتبقى سهله، معرفش، فانا وحظي بقى. بس كده خلصت الرغي اللي انا برغيه. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب واكتب كومنت، اكتب لي محدش مهتم لو الفيديو ما عجبكش، اكتب لي بوركتم جهود لو الفيديو عجبك، شير فيديو مع اصحابك لو الفيديو عجبك، شير فيديو مع اصحابك لو الفيديو ما عجبكش برضو، لان في زملكاويه اصحابك اكيد ان شاء الله. فكده يعني خلاص كده، وفعل زر الجرس ده او ده. بس كده خلصت كل حاجه، والسلام عليكم.